السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة ملوك ساد، فيديو جديد عبر قناة ملوك ساد على اليوتيوب فقط وحصري. النهاردة هنتكلم على تردد قناة السومرية. تردد قناة السومرية 2020 على قمر نايل سات. طبعا احنا عايزين نقول شوية معلومات مهمة عن قناة السومرية. طبعا أول حاجة التردد ده ترددها لازم يكون عندك بصفر HD، يعني القناة بتعمل بجودة HD. أما لو أنت عندك بصفر عادي طبعا القناة مش هتنزل معاك. ليه؟ لأن القناة ديت لازم يكون عندك بصفر HD. طبعا القناة ديت قناة حزمة عامة. يعني إيه حزمة عامة؟ يعني يمكن استقبالها في جميع أنحاء الوطن العربي. يعني لو أنت في أي دولة هتقدر تنزل تردد قناة السومرية الجديد 2023 على قمر نايل سات. التردد هو 11316. الناس تكتب التردد 11316. معدل ترميز 27500. والاستقطاب هيكون حرف الفي اللي هي رأسي أو عمودي. تاني يا جماعة التردد هيكون 11316 27500. الاستقطاب في ده كان تردد قناة السومرية الجديد على قمر نايل سات 2023. طبعا التردد ده تردد حزمة عامة، بس لازم يكون عندك الشرط ان يكون عندك بصفر HD. طبعا لو انت مش عندك بصفر HD فبالتالي القناة مش هتنزل معاك. علشان مثلا تيجي تبحث على بصفر عادي بصيغة SD القناة ما تنزلش معاك، تتعب نفسك وتقول القناة لسه ما نزلتش ليه. لازم تكون عندك بصفر HD اللي هو الصغير ده اللي بيجي مع الشاشة، تركبه للشاشة. تمام. لازم تجيب بصفر ده ويكون عندك بصفر HD علشان تقدر تنزل تردد قناة السومرية. والقناة ذات نفسها بتحتاج لصفر HD ترددها 11316. معدل الترميز 27500. الاستقطاب فيه. وده كان تردد قناة السومرية 2023. في النهاية الناس ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، قناة ملوك ساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.